ايه الخطوات بتاعه الزياره البيعيه او السيلز كول علشان تستفيد منها وتطلع بافضل النتائج. السيلز كول او الزياره البيعيه متقسمه ل8 نقط، ولكن ال8 نقط دول هنلاقيهم متقسمين ل3 نقط كبار. ال3 نقط الكبار هم ما قبل الزياره البيعيه، اثناء الزياره البيعيه، ما بعد الزياره البيعيه. هنبدا بما قبل الزياره البيعيه. الخطوه الاولى بروسبكتنج. اول حاجه بنبدا بيها عمليه البيع هي البروسبكتنج، او ببساطه عمليه البحث عن عملاء محتملين. في المرحله دي بتحاول تكتشف مين العميل اللي ممكن تستفيد بوقتك معاه. طب ازاي نعمل البروسبكشن؟ لازم نبقى عارفين احنا المنتج بتاعنا كويس، ونبدأ ندور على العملاء اللي ممكن يكونوا مهتمين او محتاجين المستحضر او المنتج او الخدمة اللي احنا بنقدمها. ايه اللي ما تعملوش؟ انك تضيع وقتك مع عميل او مكان هو مش انترستد ومش مهتم خالص بالحاجة اللي انت بتبيعها. الخطوة الثانية البري ابروتش او البري كول بلاننج، اللي هي مرحلة التخطيط قبل ما اقابل العميل. انت هنا هتبدأ انك تعرف اكتر عن العميل. ازاي نعمل كده؟ ان احنا نبدأ نسأل اللي حوالينا، نبدأ ندور على السوشيال ميديا عن العميل ده، حاول تفهم اكتر دماغه قبل ما تروح له اول مرة. ولو انت قابلته قبل كده راجع اخر كول، راجع ايه اللي حصل فيها، افتكر ده انا عملت معاه كذا، اتفقنا ان انا هجيب له كذا، بحيث ان انت تبقى محضر نفسك الحاجات اللي هو طلبها منك وتبدأ بيها الكول الجديدة. ايه اللي ما تعملوش في المرحلة بتاعت البري كول بلاننج؟ انك تجيب معلومات سطحية او تروح له كده على طول من غير ما تعرف ولا تسمع عن العميل ده، ولا تعرف هو بيفكر في ايه، ولا تسأل عنه خالص.